امبارح وريحت، بس النهارده انا الحقيقه المركز التسويقي طبعا انا متفقه معاهم ان انا هاجي لهم ده من شهر مثلا، وهم غاليين عليا جدا، يعني انا ما بقدرش اتاخر عنهم، وبعدين انا كويسه ما فيش النقابه، وزاره الثقافه، مين النجوم اللي كانوا على طول بتطمن عليكي طول الوقت؟ ما اتكلمش، يعني كل نجوم ونجمات مصر، النقابات الفنيه طبعا دكتور اشرف زكي، السفير المصري الحقيقه تعب معايا جدا اللي موجود في العراق، كل الزملاء والزمايل، كل اصحابي من كل الوطن العربي مش من مصر بس. انت شايفه الوضع ازاي؟ انت كتقييمك كفنانه عربيه مهمه، انت نفسك قلتي انا شفت صواريخ، شفنا لقاء حضرتك يعني شفنا يعني وانا في طريقي من بغداد الى البصره، لان دايما الصواريخ بتبقى بالليل يعني مش بالنهار، الحرب بتحصل بالليل، واحنا في الطريق شفنا صواريخ كانت قريبه جدا، لان احنا كنا تقريبا ماشيين على حدود ايران. في كل حاجه في الدنيا عندي اللي بيحبوني وعندي اللي مش بيحبوني، فانا متعوده مش حدث يعني. واللجان اشتغلت بشكل كبير قوي. انا ما تابعتش بقى، هبتدي النجمه هند صبري وبعض الناس وبعديها اشتغلت اللجان ضدها القافله اللي كانت جايه من تونس. هند فنانه محترمه، وهي خلاص فنانه مصريه، مفيش حاجه اسمها نرحلها من مصر، وحتى لو كانت قالت راي ما عجبش الناس معلش بنغفر، يعني مش احنا مش قاعدين لبعض يعني، مش للدرجات يا جماعه. قولي تامر حسني بقى المشهد اللطيف اللي كان موجود في فيلم ريستارت. انا عارف بس وجودك كلام شاهين في الفيلم اصلا انا مش موجوده في الفيلم، يعني مش موجوده كممثله، لكن الهام شاهين وحد شافها كمعجب خد معاها صوره، ده مش تمثيل.